السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات يومية بسيطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم غريبة بالكوك والسميدة، كتجي زوينة بزاف، معلكة ومشقة. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيف كتجي، راه كتجي زوينة بزاف وكتجي ناجحة مليون في المئة من اول تجربة. اليوم غادي نعطيكم جميع الاسرار باش تنجح معكم المعلكة ديالكم، ما تجيكمش قاصحة وما تقصحش ليكم من بعد فاش تبغيو تحتفظوا بها. وانا نعطيكم الاسرار باش تشقق ليكم. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 3 البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي قشور ديال الحامض، قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال النيدو. غادي نحتاج النكهه ديال الحامض، الا ما توفراتش بلاش تكتفيو غير بقشور الحامض. عندي كاس سنيده، كاس ديال العنبه ديال الزيت، عندي 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ديال المشماش، عندي هنا 250 غرام ديال الكوك، وعندي هنا 250 غرام ديال السميده، وعندي سكر كلاصي سبيسيال. صافي دابا غادي ندير دوك قبيصه الملحه وداك مبشور قشور الحامض وديك المعلقه د النيدو. هنا نسيت ما ذكرتش معكم خماره ونص، ان شاء الله راه نستعمل 12 غرام، زائد واحد ساشي ديال سكر فاني. وغادي نضيف سكر سنيده، غادي نضيف ديك النكهه ديال الحامض. الا ما كانتش ماشي مشكل، ممكن نكتفيو بقشور ديال الحامض ونعصروا واحد نص حامضه حتى هي نضيفوها باش كتجي النكهه ديال الحامض كتجي زوينه. دابا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، ضروري حتى كينسجموا لينا، يعني هادو من الضروريات باش تنجح معكم المعلكه الغريبه ديال الكوك. ضروري تخدموا هاد المكونات مزيان. دابا غادي نضيف داك الكاس ديال الزيت، ضروري البنات تتبعوا هاد المراحل باش تنجح معكم. دابا غادي نضيف الكوك اختاروا نوعيه جيده اللي كتكون متكونش داك الغليظ بزاف، ويكون ملي كتحكي ما بين صبيعاتك يكون ميدم شويه. هنا ملي كنخوي الكوك ضروري خصكم تمعكوه هكا مزيان، تحاولوا تحكوه هكا مزيان باش داك الكوك يطلق الزيت ديالو، باش المعلكه ديالكم كتجيكم مرطبه وما كتجيكمش ناشفه نهائيا واخا كتعطل. دابا غادي نضيف دوك 2 معالق ديال الكونفيتير، وغادي نبدا نضيف السميده بشويه بشويه. عندي 250 غرام، غادي نبدا نضيف بشويه بشويه. انا هنا ما احتاجيتهاش كامله، يعني جات لي في الاخر فاش عبرت من ديك 250 غرام لقيت جات لي نص كاس ديال العنبه منها، يعني ما زدتهاليش كامله لان كاينه السميده اللي كتشرب. هنا البنات كنبقى نزيد في السميده بشويه بشويه، وحنا تندلكوها مزيان بحال هكا، تنمعكوها مع بعضياتها باش كتنسجم وداك الكوك كيطلق الزيت ديالو. يعني ضروري باش كتجيكم معلكه من الداخل وكتجي لذيذه وهشيشه. صافي غادي نضيف دوك الخماره وشويه من الثانيه، يعني 12 غرام اللي استعملت. صافي غادي نبدا نستمر هكا كندخل هاد المكونات في بعضياتهم وانا كنحاول هكا نمعكها. ضروري البنات ديروا هاد العمليه لانها من بين الاسرار باش كتنجح معكم المعلكه ديالكم او الغريبه ديال السميده. حيت بزاف الاخوات كنشوف ما تتصدق ليهمش هاد الغريبه، راه ساهله وسهله بزاف، يعني لا تبعتوا هاد الطريقه كما هي غتنجح معكم، كونوا متاكدين. كنبداو البنات نخدموها بحال هكا مزيان مزيان مزيان.
صافي دابا غادي نجمعها ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق باش كتزيد كتشرب لينا. يعني ما تقصوهاش هكا في الاول، لان فاش غتخليوها ديك 5 دقائق غادي تشرب ليكم وغادي تقصح بزاف. هنا من بعد ما شربات لينا نتوما كي كتشوفوا كيف رجعات، كندير واحد شويه ديال الماء زهر في يديا باش ما كتلصقش لينا العجين، وكنبدا نحط في داك السكر كلاصي بهاد الطريقه. صافي كندوز باش صافي كنلبس دوك الكريات كاملين بسكر كلاصي، كنحاول نكثر باش كيجي باين. صافي كنحطهم في صفيحه ديال الفرن اللي فيها ورق الطبخ، اولا ديروا دهنوا اللاطه مزيان بالزيت ورشوها بواحد شويه دقيق، لان هاد المعلكه كتلصق هاد القريبه ديال السميده لانها كتكون هشيشه. صافي البنات بهاد القوام، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. الا كانت جاريه بزاف كتسيح بزاف في الفران. فهاد الاثناء انا الفران ديالي راه كيسخن من الفوق ومن التحت، يعني دايره كيسخن على الحراره ديالو. خصو ضروري يكون سخون مزيان. هذا سر من اسرار تشقق هاد الغريبات، يعني ضروري الفران يكون سخون مزيان. دابا راه دايره كيسخن. صافي البنات غنستمر حتى كنكمل الكميه. هنا من بعد ما عمرات لي هاد اللاطه الاولى كنجيو هكا كنضغطوا عليها غير بالاصبع ديالنا غير بشويه، ماشي هكا بجهد ولا بواحد، غير واحد شويه غير بشويه باش ما كيتشقش لينا من الجناب بزاف. الا تشقات من الجناب بزاف وملي كتجي تشق كيخسر الشكل ديالها، يعني دوك الشقات كيتشقوا بزاف كيجيو كبارين، ما كتجيش زوينه في الشكل ديالها. يعني ضغطوا عليه واحد شويه باش تنزل وصافي. صافي دابا من بعد كما ما قلت لكم الفران راه كيسخن مزيان، يعني دايره على درجه الحراره ديال الفران. دابا غادي نطفي لتحت وغادي نشعل غير من الفوق، وغادي نخشيو اللاطه ديالي وغادي نخليها على درجه الحراره عاليه ديال الفران، يعني هي 250 درجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشقات ليا من الفوق هبطتها شعلت عليها من التحت وخليتها غير واحد 5 دقائق وخرجتها. هانتوما كيف ما كتشوفوا ديال اللاطه الاولى. دابا راه خشيت اللاطه الثانيه طيب، منين غتخرج غنشاركها معكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجنا اللاطه الثانيه من الفران راه كتشقق وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها راه كيجي زوين 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 بزاف، وما تحيدوهاش من لاطه حتى كتبرد. وشكرا على المشاهده. من بعد ما تخرجوها من الفران ضروري ما تحيدوهاش من لاطه حتى كتبرد مزيان، وتحتفظوا بها في شي علبه اللي كتكون كتسد مزيان باش ما يقيسهاش الريح باش ما تقصحش لكم من بعد. هي ملي كتخرجوها من الفران راه كتلقصوها كتبان لكم ما شاداش في راسها، ولكن غير كتبرد كتولي مزيانه. يعني ما تخليوهاش يفوت فيها الطياب، يعني راه ما كتاخذش 10 دقائق في الفران كتكون طابت. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء.